سلامات، كيفكن صبايا؟ اليوم رجعت لكم بدي اسوي لكم هيك طبق جانبي برمضان. طبعا كل سنة وانتم سالمين. هلا انا اليوم عندي من امبارح شاكرية ورز، طبخت شاكرية ورز، فخلص اليوم عندي طبخة. فقلت خليني اعمل طبق جانبي، طبعا مع الفتوش، يعني انا الطبخة رئيسية مع الفتوش، ممكن اوقات بعمل شوربة واوقات مثلا ممكن سمبوسك او ممكن طبق جانبي. بس اليوم ما حاعمل غير بس فتوش مع شش برك، رح اعمل بس كبة نية، كبة نية الكذابة بسموها، من دون لحمة. فأول شي حأعمله هو إنه كاسة برغل، برغل ناعم طبعا، هاي كاسة بالضبط. هحط لها 3/4 كاسة مي مغلية، يعني هاي تقريبا، هاي 3/4. هلا إذا رجعت ضفت رح خبركم كمان، إذا أوقات بيلزم شوي. فهاي 3/4 كاسة بالضبط. فبس هحركهم. هلا نحن ما بدنا اياها كمان كتير رخوة، لأنه أنا حأعملها إنه أدعك على إيدي مو بالماكينة. فهلا شوفوا المي، تقريبا البرغل يعني دغري غب المي كلها، فما في مي زايدة. فهلا حاتركها هيك نص ساعة بهاي المنقوعة بالمي، وحشوف هلا إذا نشفت كتير ممكن ضيف لها شوي وحخبركم. طيب هلا بما ينتقل نص ساعة بس حقلكم المكونات. أنا بضيف لها بندوراي فريش، يعني بطحنها، هلا بحطها بالهاند بلندر وبطحنها مع البصلة. هلا بصلة صغيرة، هلا لكاسة البرغل رح احط بصلة صغيرة وبندوراية كمان صغيرة تقريبا. ماشي. بدي احط لها معلقتين دبس بندورة. هلا هو اذا دبس البندورة تبع شغل البيت تبع بلادنا تبع سوريا فبكون هيك حامض فمعلقة كبيرة بتكفي، بس هذا لانه رخو فحط معلقتين. هحط كمان معلقتين دبس فليفلة. ماشي. هذا بيجي يعني حد خفيف. هلا هي طيبة تكون كتير حدة، بس لأنه رمضان يعني لأنه بتعطش فبس حد خفيف. بدي كمان معلقتين كبار دبس رمان، وزيت زيتون كمان تقريبا 3 معالق أو 4 معالق كبيرة، وملح، كمون وفلفل. وطبعا الإضافة دائما أنا يعني هيك إضافتي الدائمة هي الكركم، لأنه هو مقوي مناعي، فبس بحط هيك معلقة صغيرة، هو أصلا ما له نكهة. وبس هيك. هلا بس ينتقع البروغل برجع بكمل معكم الطريقة. طيب هلا صار لهم 10 دقايق بالضبط، فأنا حاسستهم نشفوا شوي، شايفين شلون؟ فهلا بدل ما اضيف لهم كاسه، او يعني عفوا انه مي، يعني مثلا ربع كاسه، فانا قررت انه اضيف لهم هذا اللي خلطته صحيح. بس انا ضفت حبه فليفله، نسيت لكم حبه فليفله خضراء، بتطلع كمان تعطيها نكهه كثير طيبه. فحضيف البصل والبندوره والفليفله، فهو صار المية تبعهم يعني كمان تنقع البرغل، يعني بدل ما اضيف مي ضفت هدول، وحاتركهم كمان حتى اكمل نص ساعه. هلا هيك الطبق صار جاهز. انا بس شفتوني حطيت المقادير كلها ودعكتهم منيح،
وبس شكلتهم هيك. فيكن تشكلون بأي طريقة بدكم إياها. والتزيين هو غالبا بنحط فوقها جوز أو مثلا رمان، أنا ما عندي رمان، وزيت زيتون وبس، وصحة وهنا. بتمنى تجربوها على طريقتي، وإذا حبيتوها اكتبولي بالتعليقات، حطولي لايك واشتراك بالقناة، وبس هيك. سلام.